الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا بعمل الفيديو ده يا جماعة النهاردة وبقول فيه إيه الفرق بين الأرنب الهجين والأرنب البيور زي ما بنسمع. الأرنب الهجين حضرتك اللي هو زي ما انت شايفه ده كده، بص كده، هي النتاية شكلها بيبيون تمام، ولكن بص حضرتك الخلفة بتاعتها جايبة بيبيون على هاي بلس على دوج على مش عارف ايه، جايبالي تشكيلة أرانب. هي دون الأرنب الهجين. طيب ادي أرنب تاني هجين، ده بيقولوا عليه دوج، دي ألوان خلي بالك كلها أرانب هجين، والخلفة بتاعتها بص كده، هو دي الخلفة وهو دي الجمال. اتفرج كده وقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي لسه هتولد يوم 2/4، ودي زي ما حضرتك كده شايف والدة وخلفتها كلها هي قاعدة وراها، جايباهم كلهم سود اهم. بص كده المنظر، كل الأرانب اللي جابتهم سود. وديا اهي الخلفة بتاعتها، ادي 2 خرجوا اسود. بص حضرتك الستة الباقيين دول ألوانات مختلفة. طيب ايه السبب ان انا بقول ايه الفرق بين الارنب الهجين والارنب البيور يا جماعة؟ في الاول وفي الاخر خلينا نتفق على حاجة، ان احنا بنعمل مشروع الارانب ده اولا حبا في المشروع، تاني حاجة عشان ناكل منه عيش. اللي بيربي عشان يأكل بيته ارانب، اللي بيربي عشان يبيع، اللي بيربي عشان هواية، اللي بيربي عشان يزود مصدر دخله او حاجة زي كده. طيب ايه الارنب الهجين؟ الارنب الهجين زي ما انت شايف كده بيجيب لي كل الالوانات وكل الاشكال دي، بيبقى جميل، وعدد خلفاته زي ما انت شايف اللهم صل على النبي بال10 وال12، والارنبة بعد ما بتولد بتبقى بالمنظر ده. وزنها انا براجع عمال ارجع بالتليفون عشان اجيب لك طول الارنب حوالي 5 كيلو، اللهم صل على النبي. هي دي الارانب الهجين. اتفرج كده وشوف الجمال بسم الله ما شاء الله. بص حضرتك انت جريتي مش عايزه تتصوري؟ ماشي اهو اصورك من بعيد. بص كده الارنب الكاليفورنيا ده اهو، ده هجين خلي بالك لانه هيجيب لي كل الالوان. ودي ان شاء الله يوم 2/4 هي هتولد 4/4، لان الشهر اللي فات كان 28 يوم. هوريك خلفتها ايه، مش هتجيب لي نفس اللون ده اهو. بص حضرتك ادي الارانب الهجين. فانا اللي يهمني يا جماعة بعد اذنكم في مشروع الارانب ما تشغلش دماغك بكلمة ارنب بيور وارنب هجين. مفيش ارانب بيور، وان لقيتها هتلاقيها قليله قوي خلي بالك. وبعدين في الاول وفي الاخر انت هتعمل ايه بالارنب البيور؟ اسال نفسك السؤال ده، هتعمل ايه بارنب بيور يا فرحتي؟ طيب دي نتايه اهي بنت كيتي بيقولوا عليها بيور، الله اعلم الله اعلم. وادي التانيه اهي. طب بفرض حضرتك خدت الارنبه دي ان شاء الله دي هتولد برضو، قربت تولد وهوريك خلفتها. بفرض ان هي زي كده، طب ما هي نفس العدد الخلفة هتجيبه، هتعمل ايه بالخلفة بتاعتها؟ اسأل نفسك السؤال ده. انا عن نفسي يوم ما الارنبة دي تولد وهتجيب نفس الالوان دي واتأكد ان هي بيور، قسما بالله العظيم لبيع خلفتها بنفس الثمن اللي ببيع بيه اي ارانب من دي. لان مش يا فرحتي جايب ارنبة بيور ومش بيور هعمل بيها ايه؟ انا اللي يهمني حاجة ارنبة تولد
عدد كويس، عدد محترم، وفي الاول وفي الاخر ابيع خلفتها او اكسب من وراها. ما اجيش اعمل زي ناس الا من رحم ربي واقول النتايه ب2000 جنيه والكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده كلام فارغ. اوعى حد يضحك عليك ويبيع لك ارنبه ب1500 جنيه و2000 جنيه نتايه ويقول لك بيور ومش بيور. طب انت اسال نفسك السؤال ده، هتعمل بخلفتها ايه؟ هو ده السؤال، هتعمل بخلفتها ايه؟ طيب هفترض دي بيور اهي، اطلعها لحضرتك اهي. وزنها حوالي 4 كيلو وشكلها جميل وكده. انا فرحان بشكلها وكده، بس في الاول وفي الاخر هي هتكسبني ايه؟ طب هوريك على حاجة، ادي نتاية هجين، نحطها كده جنب دي. بص بقى، ادي الهجين اهو، نتاية بيبيون وجنب بعض اهو نتاية هجين. دي بالنسبة لنا كعصام او كمربي ارانب هتفرق معايا ايه؟ دي هتخلف ودي هتخلف، ودي هتولد ودي هتولد، بس دي الوانها حلوة ودي الوانها وحشة؟ لا والله، ما دي الوانها جميلة اهي. طب وزنها حوالي 5 كيلو، ودي نفس الحكاية برضو، نفس الوزن او اقل شوية او حاجة زي كده. فيا جماعة ما حدش يضحك عليك ويقول لك اصل ده قايل ارنب بيور ومش بيور. لا يا جماعة، رأيي عزيزي المربي المبتدئ، شوف ارنب هجين زي الارنب ده كده وابدأ بمشروعك. المهم تجيب من مكان موثوق فيه، من مكان يكون ثقة، من مكان يكون كويس، وان شاء الله ربنا هيكرمك. لان احنا في الاول وفي الاخر مشروع الارانب ده عاملينه عشان ناكل منه عيش، صح ولا غلط؟ اتمنى ان انا كنت فدتك في المعلومة دي، وبوريك الفرق بين الارنب اللي بيقولوا عليه بيور يا فرحتي الوانه حلوة وجميلة، والارنب الهجين اهو زي ما انت شايفه برضو الوانه جميلة، وفي رأيي مفيش فرق بينهم. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحة وفي اسعد حال، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.